انا متاكد ان ناس كتير منكم جربت الناشفيل وما عجبهاش، لان مش كل الناس بتعمله حلو بصراحه. بس لما امريكان كوزين يقرر ان هو يعمل ناشفيل، اعتقد انه هيبقى دارس الموضوع كويس قوي. فخلينا نجرب، واتمنى انها ما تكونش تجربه محبطه. اي مطعم ناشفيل بتروحه بيبقى عنده درجات للسبايس، مايلد وميديوم او هوت، وانا دايما بخليني في الامان وبختار المايلد. حبيت الاول اجرب السندوتشات، واول واحد كان ناشفيل شيتوس تشيز، والساندوتش ده عرفني ان انا هستمتع النهارده. المرات القليله اللي يعجبني ناشفيل كده. فراخ نظيفه، بهارات وتتبيله خطيره، العيش تحفه، والميكس اصلا على بعضه حلو قوي. تاني ساندوتش هو ناشفيل ساور كريم، يمكن ما كانش ذوقي بس هيعجب قوي الناس اللي بتحب الاكل اللاذع. بس اللي عجبني قوي بقى الناشفيل ترياكي، طعمه قوي جدا، وعشان بحب صوص الترياكي والسمسم فكان عاجبني قوي. خطير. جربت كمان الوجبه اللي فيها تندر، وبرده كانت كرانشي وتتبيله تحفه. بس انا عايز اقول لكم على كام صوص ما يتفوتش من عندهم. صوص السبايسي مانجو، سبايسي ونفس الوقت مسكر، وطعم المانجا باين طعمه فيه. غريب قوي بس حلو جدا. اللي ما يتفوتش كمان السويت شيلي والصوص الجبنه. الوجبه دي خطيره. بس طبعا للي بيحب السبايس ده بقى اسمه كرانشو، ساندوتش في عيش تورتيه بس فراي. في منه سماش برجر او ناشفيل جريلد تشيكن، واخر واحد ستيك. الفكره عجبتني، بس اكتر واحد عجبني فيهم السماش برجر. المكان هو تاك، واحد من اكتر الاماكن اللي بحبها في اسكندريه، ومن الاماكن اللي بيهتموا دايما بالكواليتي اللي بيقدموها. مكانهم في توت عنخ امون في سموحه، ودي كانت تجربه حلوه حبيت اقول لكم عليها.